من كتر ما ورمت وصلت لمناخيري. شايفين المنظر عامل ازاي؟ شفايفها بقت زي البالونة ووصلت لمناخيرها وما بقتش قادرة تتنفس، وحوالين بقها بقى لونه أزرق، وقالت أدي آخرة عمليات التجميل، أنا غلطانة وعايزة حقي وفلوسي اللي راحت. حكاية البلوجر إسراء الجمل مع عمليات التجميل واللي حصل ليها كان صادم ليها وللجمهور كمان. مش هتصدق اللي مرت بيه وملامحها اتغيرت ازاي. مفاجأة عن اللي قالته. ظهرت البلوجر إسراء الجمل وهي منهارة وحاطة إيديها على بقها ومش قادرة توري الناس اللي عملته في شفايفها، ولكن هي طالعة لايف مخصوص لمدة ساعة وأكتر علشان توضح اللي مرت بيه، وعايزة حقها وبتنصح البنات محدش يعمل أي تجميل ولا يغير شكله ولا أي ملامح فيه، وقد إيه هي ندمانة. إسراء قالت أنا كان عندي سنة عايزة تتظبط ورحت العيادة علشان أعالجها، وذكرت اسم الدكتورة، وبعد ما عملت سنتها دي ولمعت أسنانها الدكتورة اقترحت عليها تعمل لها فيلر، ولكن هي كانت رافضة في البداية، ولكن قدرت الدكتورة تقنعها إنها لسه راجعة من تركيا ومعاها أنواع فيلر جديدة. المفاجأة إن الدكتورة دي بعتت ليها صورة قبل ما تروح لها بتقول لها إيه رأيك أعمل لك كده، ودي كانت صورة الموديل ملامحها منفوخة بشكل مبالغ فيه، ولكن للأسف واضح إن الهزار قلب بجد وقررت تطلعها بالشكل المنفوخ ده زي ما قالت لها. إسراء قالت إنها فضلت تقنعها إنها تغير أسنانها وتعمل الهوليوود سمايل غير اللي هي عملتها، ولكنها رفضت وفي النهاية وافقت إنها تعمل ليها فيلر لشفايفها. فضلت تتكلم مع الجمهور لمدة ربع ساعة وهي خافية ملامح شفايفها وحاطة إيديها على بقها، وكل ما تقرر توريها للجمهور ترجع في كلامها من تاني. علشان كده قالوا إن أكيد مقلب ومش حقيقي، وده خلاها تتشجع وتكشف عن شفايفها، وقالت إن شفايفها العلوية فيها شق كده شبه الأرنب واللي تحت مبططة، علشان كده مش بتعرف تقفل بقها ولا تشرب ميه. الغريب بقى ان بعد كل الشكوى اللي اشتكتها دي وحالة الانهيار اللي ظهرت فيها، قالت ان العيادة اللي عملت فيها كده عاملة عروض لأي حد من طرفها وخصومات كبيرة جدا، وبدأت إسراء تقول مميزات اللي عملته في أسنانها وبشرتها، وقالت إنها دفعت في الهوليوود سمايل حوالي 25,000 جنيه وكانت مبسوطة وفرحانة جدا من النتيجة. كمان هي عملت نضارة للبشرة، ورغم ان ده كان سبب الزرقان اللي في بشرتها وحوالين بقها، ولكن هي عارفة ان دي آثار جانبية طبيعية لأي عملية تجميل وبتحصل لأي حد بعد أول كام ساعة من العملية. هي قالت ان اللي خلاها تاخد الخطوة وتعمل الفيلر في شفايفها انها لما كانت بتضحك كانت شفايفها اللي فوق بتختفي، لكن بعد الفيلر الموضوع اختلف خالص. وبدأت إسراء توري للجمهور صورها قبل وبعد وقد إيه الفرق واضح. طبعا الدخلة بتاعتها دي استفزت الجمهور وضايقته منها، وقالوا إن دي طريقة تسويق مش كويسة وإنها كده بتخدع الجمهور. وطبعا في اللي كان بيرد عليها إن شكلها الأول كان بريء وطبيعية وإنها كده بقت شبه الممثلات واللي تعمل في نفسها كده، فكانت بترد عليهم إنها حرة وبتحب شكلها زمان ودلوقتي، وإن التغيير مطلوب أكيد لأي حد. فيا ترى انتوا رأيكم ايه في الطريقة اللي عملت بيها دعاية للعيادة، خاصة انها ذكرت اسمها في عنوان الفيديو وهي بتقول ادي اخرة عمليات التجميل، انا عاوزة حقي وفلوسي اللي راحت علشان تجيب الجمهور. وايه رأيكم بقى في شكلها بعد ما ظهرت؟ هل شايفين ان هي حرة تعمل اللي تحبه وتغير من شكلها زي ما قالت، وان اللي يحبها لازم يحبها بكل حالاتها؟ شاركونا في التعليقات.